العلامة الحاج عبد الله أيتو غوري الصوابي وهو يأخذ ولديه إلى مسقط رأسه بقرية توريت وانو، يحكي لهما عن تاريخ أسرتهم بهذه القرية. هذا التاريخ الذي بدأ منذ عهد المرينيين يذكرهم بجذورهم وينسج لهم خيوطا متينة لعلاقة دائمة مع أبناء القرية. هذا المقام الذي نحن فيه الآن يسمى توريت وانو. توريت وانو أول من سكنها هو جدنا الكبير جعلي بن أيوب. جعلي بن أيوب من ذرية سيدي واسمين الرشاشي. قدم إليها سنة 701 ولما قدم إلى هنا تلقاه أهل هذا البلد بالترحاب، وسبب ارتحاله من الصدمة إلى هنا أن سلطان ذلك الزمان طلب من الرشاشيين بما أنهم يجاهدون عادتهم الجهاد، طلب منهم أن ينتقلوا إلى فاس. يقولون أن السلطان الكحل هو أبو الحسن المريني هو الذي فعل ذلك، والذي طلب منهم أن ينتقلوا إلى فاس ليجندهم ليكونوا كالأجناد، ولكن كبراهم كرهوا ذلك، فخرج منهم عشرة وتفرقوا في البلاد كل يعبد الله تبارك وتعالى حيث كان فيه. ومن جملته سيدي علي بن أيوب قدم إليه، ومن جملته سيدي وسال، ومن جملته إلى آخره. المهم قدم إلى هذا البلد فلقيه أهل هذا البلد بالترحاب، فقطعوا له هذا المقام الذي رأيتموه. لم يفرط الشيخ عبد الله أيتو غوري في بيت أجداده رغم تقادمه، فكل حجارة فيه تروي عن قصة من قصص رحلة العلم. العلم في هذه القرية لم يكن حكرا على أحد، ولم يكن حكرا على الرجال دون النساء. عادة أهل المدرسة أنهم يقيمون بناتهم ويحفظون إذا حفظنا 10 أحزاب أو 20 حزب تقريبا يرجعنا إلى حفظ المتون المصرية فقهية توحيدية إلى آخره. وهنا عندما حفظنا شيئا من القرآن يرجعون إلى النساء الأخرى التي كنا حفظنا، يحفظ بعضهم بعضا، بعض النساء يحفظن بعضا. هذه عادتهم. هذه البلدة التي إلى عهد قريب كان من العار عندهم بمكان لن يوجد فيها واحد لم يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. كل أهل القرية يحفظون كتاب الله إلى عهد قريب. هذه القرية التي رووا فيما يروج بين الأوساط أنه كان بها عدة فتيات يحفظن مدونة سحنون. تربى أبناء توريت وانو على تداول العلم بينهم، بين البنات في الحقل أو في البيت، بين الشباب أثناء العمل، ويلقنه الأب لابنه منذ نعومة أظفاره، فلا تكاد تجد أميا واحدا في القرية. العلاقة التي كانت بين أبناء المدرسة ذكرت لك أنهم يتحابون كثيرا، يتعاونون في كل أشغالهم، يتعاونون في الحث، يتعاونون في الحصاد، يتعاونون في الدراسة. لا يعرف أحد أن الناس يأخذون فرسا واحدا فيما يتعاون. توزع في كل شيء، في كل شغل من شغلهم، حتى في الزراعة يقرب بعضهم بعضا لوجه الله، ويقرب بعضهم النساء ويقرب بعضهن بعضا لوجه الله. هذا زينهم دائما المحبة. وهو قد أن تجد أحدا يخصم أحدا في شيء من الأشياء، حتى إذا كانت الخصومة سرعان ما يرجعون إلى المصالحة. هذا حاله، معناها حالة طيبة جدا عند أهل المدرسة، وما زالوا لأنهم أبناء أعمام.
حفظ الحاج عبد الله أيتو غوري القرآن الكريم على يد والده لينتقل بعد ذلك إلى مدرسة تيزل 2 بأيت ودمان. ويقال إن محمد بن مسعود التدماوي المدفون حول هذه المدرسة هو من أنشأها في القرن العاشر. الطريق إليها وعرة المسالك، وتبعد عن تارودانت بحوالي 277 كيلومتر، وتمون من 13 فلاحة القبيلة. تعرف مدرسة تيزل 2 ترميم جزء من بنايتها، وهي تحتاج إلى مزيد من العناية بالنظر إلى الدور الكبير الذي لعبته في تخريج عدد كبير من حملة كتاب الله بمختلف القراءات، وكان ذلك تخصصها، فهذه المدرسة لم تدرس العلوم الشرعية. في ذلك الوقت الذي جئت إلى هنا كان فيه فقيهون ماهر في علم القراءات، وعنده المبادئ اسمه الحاج أحمد من بعد أعمامنا، الحاج أحمد بن حسن، تبع أباه هنا سيدي حسن بن الحاج، وتبع أباه هنا سيدي الحاج محمد، وهو الذي شرط في هذه المدرسة عمره كله لم يتزوج ولا. وهذه المدرسة في ذلك العهد ممتازة إلى أقصى حد، هي المدرسة التي استوفت الشروط ويخرجها الطلبة من كل فج عميق، وتقرأ الروايات على أحسنها وأتمها. والمسائل التي تختص بها هذه المدرسة على حديثها كما ذكرت لك آنفا، المسائل التي تختص بها أولا وقبل كل شيء النظام وحسن التنظيم في الدراسة، وهو الجد والمثابرة. الفقيه لا يخرج إلى أي موضع لم يكن لديه دار سوى المدرسة، لم يكن لديه زوجة، لم يتزوج خطوة، هي منتهاه. والطلبة كذلك يجتهدون ويتنافسون في التعليم كما هو الشأن في ذلك. كما ذكرت لك أن خصائص هذه المدرسة أن الطلبة يقرؤون شيء يسمى بأغاز. إذا صلوا العشاء يأتي صاحب النوبة بأحطابه، ويجيء الطلبة يقرؤون ألواحهم ساعة ونصف إلى ساعتين، وبعد ذلك يعرضون ألواحهم على الفقيه كلهم، ثم بعد ذلك ينامون قليلا ساعتين 3 ساعات فيقومون قبل الفجر. هذا الذي ذكرته لك لم يكن في ذلك الحين في أي مدرسة غير هذه المدرسة، ممتازة بجديتها وامتيازاتها كثيرة. وقد قال عنها المختار السوسي: هناك أسرة تلازم إتقان القراءات زيادة على حرف ورش، وهي أهل تورير توانو الصوابيون. فلا يحس بها، فالمعنى كذلك طالب الحق لا يزال ينجذب قلبه إلى الحضرة فيسكن حاله ويزول عطشه بحصول الوصول إلى الحديث. المدارس في بلاد سوس كثيرة جدا، منها ما يختص بتلقين العلوم الشرعية، يقرأ فيها القرآن، منها ما يختص بتلقين الروايات، بقراءة الروايات، من هذه المدرسة لا تقيم إلا الروايات. كان الفقيه أحمد رحمه الله لديه نصيب ولديه أوفر نصيب في المعلومات في العلم، قرأ في النحو والفقه والأصول، ولكن لا يقرأ إلا القراءة فقط، وأولها قراءة ورش حتى يتقنها الطالب، فينقل إلى قراءة قالون عن نافع، ثم ينتقل إلى ابن كثير.
تقع مدرسة تناز العتيقة على هضبة عالية بقبيلة شتوكن على الضفة الشرقية لوادي تاكوشت، وتبعد هذه المدرسة عن أكادير بحوالي 141 كيلومترا. في أوائل شهر ماي من سنة 1972 تم تدشين عدة غرف لسكن الطلبة الذين يتوافدون على مدرسة تناز لتلقي العلوم الدينية، وقد تحقق هذا المشروع بفضل الاهتمام بالمؤسسات الدينية، فبلغ عدد الغرف بمدرسة تناز 120 غرفة. ثم توالت بعد ذلك الإصلاحات والبنايات حتى أصبحت المدرسة قادرة على استيعاب أفواج كثيرة من الطلبة. لعبت مدرسة تناز دورا هاما في نشر علوم الدين، وكان لها بالغ الأثر في تربية أفواج الطلبة المتخرجين منها على المثل العليا والفضيلة. قدمت إلى مدرسة تناز سنة 1968 مصحوبا بوالد رحمه الله سيدي حسين بن علي، هو الذي رافقني إلى مدرسة تناز، وذلك منتصف شعبان في تلك السنة التي ذكرت. ولما وصلنا إلى الشيخ رحمه الله سأله عن حالي، فأخبره الوالد بالواقع رحمه الله، قال له: هل حفظ القرآن متقنا له؟ فقال له: نعم. قال لي الشيخ رحمه الله: مرحبا. ومنذ ذلك الحين اعتنى بي كثيرا، أكثر مما اعتنى ببعض الطلبة. وكان في مدرستي ذاك أخ كبير لي شقيق لي يحبه الشيخ كذلك لما فيه من الخصال الحميدة، اسمه أحمد بن الحسين. كان في مدرسة تاكوش ثم انتقل إلى مدرسة تناز، وبعد هذا بدأ لي الشيخ رحمه الله تعالى بالحروف الجرمية بيده، وبعد أيام قدم طلبة آخرون مبتدئون كنت أقرأ معهم بسجلني قدموا، فجمعنا الشيخ في درسي وقرر لنا، وكان يقرر لنا الدرس بنفسه. عادة المدرسة أن المبتدئين يحولهم الشيخ رحمه الله إلى طالب آخر لا بأس به، يقرر لهم الدروس، ولكن بذلك الإبان صادفنا الشيخ رحمه الله قال لنا: لوحتكم الدراسية تكون عندي، لأني وجدت بعض الطلبة يفسدون على المبتدئين، يكتبون لهم التقارير ويوضحون لهم كما ينبغي. فتابعنا الدرس عند الشيخ رحمه الله يقرر لنا الألواح، فابتدأنا الجرومية، وبعد أيام ابتدأنا بدرس ابن عاشر، وبعد أيام أتبعناه بدرس آخر في اللغة. المهم هذه ثلاثة دروس نتابعها من عند الشيخ مدة حتى ننتهي منها. والشيخ رحمه الله تعالى عادته في الدرس لا يكثر التقرير، يوضح المعنى ويقلل تقارير الألواح. وعادته أيضا البسط والانبساط مع الطلبة عند الدرس. ولعل العلامة الشيخ الحاج محمد الحبيب هو الذي عرفت به هذه المدرسة، وعرف بها فقيه تناز،
وتطورت على يديه وأصبحت مركز إشعاع علمي وثقافي وأخلاقي لجيلين من الشباب منذ أن لازم هذه المدرسة سنة 1925. حياة الشيخ الحاج الحبيب البشواري لم تكن علما فقط، ولكنها أيضا كانت جهادا، فما أن فرضت الحماية على المغرب حتى هب لرفضها، ونادى هو وجماعة من علماء سوس بالجهاد، وانضم إلى الشيخ أحمد الهيبة بن ماء العينين فأعانه وكان كاتب سره الخاص، وتقدم الفرسان الهشتكيين. الشيخ الحاج رحمه الله تعالى من الذين يجاهدون ويتابعون تلك المرحلة، يرسلون الرسائل القبائل فيجمعونه، وكان نتيجة هذا كله أن لا يدخل الاستعمار إلى قمة الصغير إلا 1352. كان المفروض أن يدخلها قبل هذا ب20 سنة، ولكن لم يدخلها إلا في هذا التاريخ. وقد اشتهرت هذه المدرسة بالفقيه محمد هموش الإيسي، والفقيه الحاج محمد اليزيدي، والفقيه الحسين التيانستي، ثم عظم مقامها كثيرا بالأستاذ محمد بن عبد الله أقريط. الشيخ رضي الله تعالى عنه أيامه كلها أعياد، لأنه يلطيف ويجيد ويستخرج الحكايات، وكان موسوعة في أخبار التواريخ وأخبار الجذباء وأخبار أهل الشرق، وكان لا يخلي مجلسا من مجالسه من حكاياته ومن حكاية تاريخية تتعلق بالشرق بالسعوديين، تتعلق بالعثمانيين، وتتعلق بتاريخ الأمويين وتاريخ العباسيين إلى غير ذلك. وكان يحب التاريخ جدا، حفظنا التاريخ من تمييزه ومن استطرادته، وهذه حالة الشيخ رضي الله تعالى. لا نخرج من الدرس عنده حتى نجد أنفسنا في نشاط، في غاية من النشاط. وكنت لا أحب أن أفعل كما يفعل بعض الطلبة إذا جاء المحرم مع عاشور يذهبون إلى أقاربهم في الغرب وأقاربهم ومن على شكلتهم يجيبون عندهم العشور، وأنا لم أفعل ذلك قط ولا أحبه. وبعض الطلبة إذا جاء رمضان يذهبون للشرط في المدرسة يجيبون، وأنا لم أشترط قط في أي رمضان، ولا أستطيع أن أبدل مجلس الشيخين في البخاري بالشرط ولو أنا أستمع بقناطير مقنطرة. في سنة 1961 أصبح الشيخ الحاج عبد الله أيتغوري مسؤولا عن مدرسة إيدا ومنو، وكان متشبعا بما تلقاه عن شيخه الحاج الحبيب البشواري، ليس فقط من حيث العلوم الشرعية ولكن أيضا فيما يخص التصوف. الحاج الحبيب رحمه الله الذي يمثل القمة العليا في التصوف في الجنوب، إذا كان الأمر كذلك فأنا أرى الشيخ الحاج عبد الله بن حسين صوابي نسخة تبقى للأصل الحاج الحبيب، فطريقته في التصوف هي طريقة الشيخ الحاج الحبيب، لأنه من عنده اغترف ومنه أخذ، والإنسان لا ينفق إلا مما عنده، فلا شك أن كل ما عنده أنفقه عليه فيما يخص الشرعية وفيما يخص التصوف. كيف كان هذا التصوف؟ كان تصوفا مبنيا على القصد تبلغ، النبي صلى الله عليه وسلم القصد تبلغ، كان تصوفا مبنيا على الغدوة والروحة وشيء من الدلجة، لم تلهيه حلقات الدروس عن حلقات الذكر،
كما أن حلقات الذكر والأوراد لم تلهيه كذلك عن حلقات العلم. فطريقته طريقة شيخه كان يجمع كما يقولون بين الحقيقة والشريعة، كان يقول يجمع بين الثقافتين. كان يحب الشيخ الشعراني، كان يتأثر به جدا، وكان يحب غزالي، وكان يحب الجنيد وإلى غيره من أقطاب الصوفية. كثيرا ما نمر على الفقيه جزاه الله خيرا يجلس في زاوية ويتعبد الله عز وجل، وكثيرا ما أجده يبكي وتسيل الدموع على خديه، وهو يريد أن يخفي ذلك عن أعين الطلبة. لكن نحن عندما نمر نوبخ أنفسنا ونقول نحن شباب، وكان ينبغي أن نقتدي بالشيخ في هذا البكاء وفي هذا الدموع. وبالفعل كثير من الطلبة يقتدون بالفقيه، فكانوا يدرسون وفي نهاية النهار تجدهم إما فوق أسطح البيوت خصوصا في عز الصيف، أو أحيانا داخل بيوتهم يتلون شيئا من كتاب الله عز وجل ويقومون الليل ويتضرعون إلى الله عز وجل. كان مجتهدا صبورا قواما صواما ذاكرا. لا زلت أتذكر أنني دخلت عليه يوما من الأيام في المسجد وهو في أوراده مستقبل القبلة. هذا تكلموا عن الشيخ الحاج عبد الله.